الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بأن نسأله من فضله ووعدنا بالإجابة، والصلاة والسلام على من أخبرنا بأن الدعاء هو العبادة، وعلى آله وأصحابه الكرام السادة. إذا عصفت بك رياح الفتن وتقلبات الحياة وضاقت بك السبل فتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فإني قريب. إذا شعرت بالقلق والاضطراب يجتاحك ومشاعر الاكتئاب تستولي عليك فردد قوله تعالى: فإني قريب. الدعاء من أبرز مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى، بل الدعاء هو العبادة كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن أكثر الناس تذللا لله وافتقارا إلى الله سبحانه وتعالى هم أنبياء الله ورسل الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله تعالى أمرنا بأن ندعوه سبحانه ووعدنا بالإجابة فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كلنا عندنا مشاكل وعندنا هموم وعندنا حاجات محتاجين لها، لكن قد يكون بعضنا سلك بعض الطرق لحلحلة المشاكل، ليرفع شكواه لعبد ضعيف وعبد حقير وعبد ذليل وبينتظر منه حل مشكلته، وغفل ونسي أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى. يكون طرقنا بعض الأبواب بحثا عن الحلول ونسينا أن نطرق باب الله سبحانه وتعالى، وهذا أول باب ينبغي على المسلم أن يطرقه، والله سبحانه وتعالى يفرح بدعائنا. لذلك صدق من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نحن الآن في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الدعاء، لذلك جاءت آية الدعاء تنتصف آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليخبرنا الله سبحانه وتعالى بالعلاقة الوثيقة بين الصيام والدعاء وبين رمضان والدعاء. أي مشكلة عندك لها وكيف لها حل، دي فرصة وانت الآن في رمضان وأنت صائم لله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه 3 دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم. أي حاجة دائرة ومحتاج لها ارفع شكواك إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع لله سبحانه وتعالى وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى وعدك بالإجابة إذا سألت الله وأنت موقن بالإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا أجمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.